إذا كنت تعاني من أظافر متكسرة وضعيفة، فلا داعي للقلق. هناك حلول فعالة لاستعادة قوتها ولمعانها. يمكن لعوامل مثل التغذية غير المتوازنة والاستخدام المفرط للمنتجات الكيميائية وحتى التوتر أن تؤثر سلباً على صحة أظافرك. اكتشفي في هذا الفيديو أسرار العناية الصحيحة بالأظافر القوية لتستعيدي أظافراً صحية وجميلة. لذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منا أول بأول. لنبدأ الآن. قد يواجه الكثيرون مشكلة تكسر الأظافر، ولكن غالباً ما يكون السبب في ذلك هو عدم العناية الجيدة بها. يمكن الحفاظ على صحة الأظافر باستخدام العناية الصحيحة والوصفات المنزلية البسيطة لتجنب تكسرها. دعونا نتعرف الآن على أهم طرق تقوية الأظافر ومنع تكسرها. 1. الاهتمام بالتغذية السليمة. يلعب الكالسيوم دوراً حيوياً في تعزيز قوة وصحة الأظافر، ويمكن الحصول عليه من منتجات الألبان والبيض، حيث يحتوي البيض أيضاً على البروتين الذي يعد ضرورياً لدعم صحة الأظافر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البيوتين وهو أحد فيتامينات بي مهماً لتعزيز صحة الأظافر والشعر ودعم وظائف الجهاز العصبي، ويجب الحصول عليه يومياً نظراً لأن الجسم لا يقوم بتخزينه. يمكنك العثور على البيوتين في أطعمة مثل السردين والبيض والبقوليات والمكسرات. وإذا كان هناك نقص في هذا الفيتامين، يفضل استشارة الطبيب بشأن مكملات البيوتين. ومن جهة أخرى، يلعب البروتين دوراً أساسياً في الحفاظ على قوة الأظافر، وعند نقصه تصبح الأظافر ضعيفة وسهلة التكسر. لذا ينصح بتناول اللحوم الخالية من الدهون لضمان تزويد الجسم بالبروتين اللازم لدعم صحة الأظافر ونموها بشكل صحي. 2. تقليل تعريض اليدين للماء. الإفراط في تعرض اليدين للماء يمكن أن يجعل الأظافر هشة وضعيفة. لذلك ينصح باتباع بعض الاحتياطات، مثل ارتداء القفازات أثناء غسل الصحون وتجنب استخدام الماء الساخن الذي يزيد من ضعف الأظافر بمرور الوقت. كما يفضل استخدام مستحضرات تنظيف خالية من المواد الكيميائية والعطور أثناء الاستحمام للحفاظ على صحة الجلد والأظافر. 3. الحفاظ على ترطيب الجسم. للحفاظ على صحة الأظافر، من الضروري شرب كمية كافية من الماء، حيث أن نقص الرطوبة يزيد من تكسر الأظافر. ينصح بتناول 8 أكواب ماء يومياً على الأقل، بالإضافة إلى استخدام كريم مرطب على اليدين والأظافر. من الأفضل اختيار كريم يحتوي على مكونات طبيعية وخال من المواد الكيميائية التي قد تضر بالأظافر وتسبب تلفها. 4. الحذر من منتجات الأظافر. عند اختيار منتجات طلاء الأظافر، من المهم التأكد من جودتها وتجنب الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، لأنها قد تلحق ضرراً بالأظافر. حتى مع استخدام طلاء أظافر عالي الجودة، يجب عدم الإفراط في استخدامها، لأن الأظافر تحتاج إلى فترات راحة لتتنفس وتبقى صحية مثل بقية أجزاء الجسم. 5. تجنب تركيب الأظافر الصناعية. الأظافر الصناعية أصبحت شائعة بين العديد من النساء لتحقيق مظهر جذاب، ومع ذلك يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الأظافر الطبيعية، مما يزيد من ضعفها وتكسرها. السبب يعود إلى المواد اللاصقة المستخدمة في تركيبها، وكذلك المواد الكيميائية التي تستخدم لإزالتها، مما يضعف الأظافر الطبيعية بمرور الوقت. 6. المواظبة على تقليم الأظافر. تطويل الأظافر قد يزيد من احتمالية تكسرها، لذا يفضل تقليمها بانتظام للحفاظ على طول متوسط يقلل من تعرضها للصدمات والكسر. كما أن الأظافر الطويلة توفر بيئة مناسبة للنمو وتكاثر البكتيريا والجراثيم تحتها، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. 7. عدم استخدام الأظافر لفعل الأشياء. يعتمد الكثير من الأشخاص على أظافرهم لأداء مهام مثل فتح عبوات المشروبات الغازية أو إزالة المشابك، مما يؤدي إلى تلف الأظافر وتكسرها. لذلك من الأفضل استخدام الأدوات المخصصة لهذه الأغراض بدلاً من تعريض الأظافر للضرر. 8. استخدام منتجات التنظيف بحذر. تحتوي منتجات التنظيف على مواد كيميائية قد تضر بالجلد والأظافر، لذا من الضروري تجنب تعريض اليدين مباشرة لهذه المنتجات. يفضل ارتداء القفازات لحماية الجلد والأظافر من الأضرار الناتجة عن هذه المواد. 9. عدم استخدام مزيل الأظافر الغني بالأسيتون. مزيل الأظافر الغني بالأسيتون يعد من المستحضرات القاسية التي قد تسبب تكسر الأظافر.
يفضل اختيار منتجات إزالة طلاء الأظافر الخالية من الأسيتون لتجنب هذه الأضرار والحفاظ على صحة الأظافر. 10. وضع طبقة واقية للأظافر قبل الطلاء. يوصى بوضع طبقة واقية على الأظافر قبل تطبيق الطلاء لحمايتها من أضرار الطلاء، كما تساعد في منع تشقق الطلاء أو تلفه بسرعة. بعد استعراض أهم أسباب تكسر الأظافر، إليك بعض الوصفات المنزلية التي ستساعد في تقويتها ومنع تكسرها بسهولة. 1. زيت الزيتون والليمون. امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. افركي الأظافر بهذا المزيج واتركيه عليها لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بماء دافئ. يفضل تكرار هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. 2. زيت فيتامين هاء وزيت السمسم. امزجي كميات متساوية من زيت فيتامين هاء وزيت السمسم ثم ضعهما على الأظافر لمدة 15 دقيقة. كرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً. 3. زيت اللافندر وزيت الأفوكادو. امزجي 3 قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو. طبق المزيج على أظافرك مرة إلى مرتين أسبوعياً. في الختام، للعناية بالأظافر المتكسرة والضعيفة يجب تقليمها بانتظام، تجنب المواد الكيميائية القاسية، والحفاظ على ترطيبها، تناول أطعمة غنية بالبروتينات والفيتامينات، واستخدام منتجات العناية الطبيعية سيساعد في تعزيز صحتها وقوتها، مما يساهم في استعادة أظافر صحية وجذابة. شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد في عالم الجمال والأناقة. أتمنى لكم الإشراق والجمال في كل إطلالة. إلى اللقاء.